10 تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بتنظيم عدة نشاطات. الإريتريون في الكويت وجنوب السودان يحتفلون بالثامن من مارس. عقد مؤتمر حول تطور التعليم الأكاديمي في إقليم عنسبة. مقتل جنديين مصريين بانفجار عبوة ناسفة في مالي. موسكو تعلن وقفا لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في عدة مناطق أوكرانية. وزير الخارجية الصيني يحذر من الوعود الغربية لتايوان. احتفلت البلاد اليوم بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة بتنظيم عدة نشاطات تعكس مكانة الذكرى تحت شعار الثبات على المبدأ كضرورة مرحلية. وألقت مسؤولة الإدارة والمالية في الاتحاد الوطني للمرأة السيدة كتما غلتا كلمة المرأة في مراسم الاحتفال التي جرت مع التقييد بالتعليمات الصادرة لمكافحة فيروس كورونا في قاعة المكتب المركزي للاتحاد بالأقليم الأوسط. وذكرت السيدة كتما بأن نضال المرأة الإريترية للتحرر الكامل إضافة إلى نضال الشعب الإريتري واستقلال البلاد وضمان حقوق الإنسان يعتبر نموذج يحتذى به لتأكيد المساواة واستقلال البلاد، لكونه من أهم العناصر المساهمة في تحقيق الانتصارات. وأشارت إلى أن نضال المرأة أدى إلى تغيير المفاهيم المتعلقة بالعادات المتخلفة وإرساء حقوق المرأة والمساواة أمام القانون وفتح فرص متساوية في الحياة الاجتماعية والعمل والتعليم والخدمات وتأكيد التغيير الجذري في كافة المجالات. كما أشارت إلى أن البلاد تحتفل هذا العام بالثامن من مارس تحت شعار الثبات على المبدأ كضرورة مرحلية في وقت يتصدى فيه الشعب الإريتري للعدائيات والتدخلات الخارجية، داعية المرأة الإريترية كعادتها للعمل بفعالية لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة. كما ألقيت كلمات تضامنية في الاحتفال من قبل رئيس المجلس الشعبي في الأقليم الأوسط ومسؤول الشباب في الأقليم الأوسط السيد سامسون كفلي. كما تخللت فعاليات الاحتفال ببرامج توريث وفقرات فنية وثقافية. احتفل أقليم جنوب البحر الأحمر بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة في حفل أقيم على مستوى الأقليم في مدينة عصب. وأوضحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة في الأقليم السيدة سعدية إبراهيم في المناسبة دور المرأة في النضال التحرري والدفاع عن السيادة والبرامج التنموية. وقدمت في المناسبة كلمات تضامنية من الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للشباب والطلبة والكونفدرالية الوطنية للعمال وإدارة مدينة عصب. احتفل فرع المرأة الإريترية في الكويت وكذا الإريتريون في جوبا بجنوب السودان بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة منظمين نشاطات متنوعة عكست مكانة المناسبة تحت شعار الثبات على المبدأ لضرورة مرحلية. ووفق المعلومات الواردة ذكرت رئيسة المرأة في الكويت السيدة ملئتيت أجي في الحفل المنتظم في 4 من مارس دور المرأة الفعال في النضال التحرري وحماية السيادة وبرامج إعمار البلاد. وقالت إن الثامن من مارس هو يوم نجدد فيه تعهدنا لتأكيد جاهزيتنا بوفاء وإخلاص بهدف لعب دور رائد. وقال كل من القائم بأعمال السفارة الإريترية في الكويت السيد حمد يحيى حالي ورئيس الجالية الإريترية السيد سالم صافي إن مساهمة المرأة الإريترية في كافة المراحل يزرع الفخر والاعتزاز، داعين لضرورة العمل الجاد من أجل توريث ذلك للشبابات. وأفادت المعلومات الواردة بتبرع 9249 ألف دولار أمريكي لصالح أسر الشهداء وبرامج التصدي ومكافحة كوفيد-19. في غضون ذلك
احتفل الإريتريون في جنوب السودان في 6 باليوم العالمي للمرأة، وأوضح في مراسم الحفل السفير يوهانس تخلا ميكائيل دور المرأة الإريترية الفعال في كافة المجالات والمراحل، مذكرا المرأة لتمتين تأطيرها وتعزيز مساهمتها في فترة التصدي، مؤكدا دعم السفارة المرأة وإنجاح نشاطاتها قدر المستطاع. وألقت في المناسبة رئيسة المرأة الإريترية في جنوب السودان السيدة ريشان برهي كلمة المرأة، فيما ألقى رئيس الجالية الإريترية في جوبا بجنوب السودان وضواحيها السيد أماري جبرآب ونائب رئيس جبهة الشباب تخلا آب برخات كلمات تضامن. وحفلت مراسم الاحتفال بفقرات طلابية قدمها طلاب مدرسة الجالية الإريترية في جنوب السودان. نظم الموظفون الناشطون في مختلف المؤسسات الحكومية بمديرية تسني أنشطة نفير جماعية في مقبرة الشهداء بمناسبة 8 اليوم العالمي للمرأة. وأوضح رئيس الشباب العمال في المديرية شاب أميرح حيل أب مشاركة حوالي 300 موظفا في المهام المشتملة على نظافة ورعاية الأشجار، مشيرا إلى أن أعمالهم لم تنحصر على هذه الأنشطة فقط، وإنما تتعدى ذلك، إذ يقومون بمساعدة أسر محتاجة وكذا أسر شهداء حسب استطاعتهم. في غضون ذلك نظم سيمينار لموظفات الحكومة والطالبات في مديرية أغردات. وقدمت مسؤولة المرأة في الجاشبركة السيدة يحدق يوهانس توضيحا مفصلا حول دور المرأة البارز في النضال التحرري وحماية السيادة وإنجاح البرامج التنموية، مذكرة بأن المستوى الذي بلغناه هو تأمين حقوق الأطفال تحقق بدفع ثمن باهظ، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن حفظه ونقله للأجيال المتعاقبة من أولويات المرأة. عقد فرع التعليم في إقليم عنسبة في 3 الجاري بمدينة كرن مؤتمرا تناول فيه تطور التعليم الأكاديمي ونتائج الطلاب وتحسين كفاءتهم التعليمية. وذكر مسؤول الفرع الأستاذ كفلاي عند ميكائيل بأن المؤتمر هو مواصلة للجهود الجارية لتعزيز العملية التعليمية، داعيا المعلمين لبذل جهود حثيثة وخوض استثمار كبير لرفع وتحسين نتائج الطلاب. ولتفعيل ذلك يجب على مديري المدارس ومسؤولي التعليم العمل بمثالية والمساهمة بفعالية في التعليم وإعداد الامتحانات بالنظر إلى مهارات التدريس الجديدة والعمل الجاد من أجل رفع كفاءة المعلمين، كما يجب على مديري المدارس ومساعديهم القيام بأعمال مساعدة أساسها المدارس. هذا وقد قدمت في المناسبة تعليمات وتوجيهات تتعلق بالتحسينات المطلوب وضعها لتطوير مهارات التدريس وغيرها من العوامل التي تسهم في تحسين نتائج الطلاب، فضلا عن عقد 4 لقاءات تقييمية في العام الدراسي الواحد من قبل الجهات المعنية. وتوصل المؤتمرون إلى تفاهم عام بعد تطرقهم لنقاط مهمة كتقديم الدورات التأهيلية ومراقبة سير العملية التعليمية لتأمين وجود المعلمين داخل الفصل وجعلهم يغطون الفصول الدراسية في أوانها، والعمل على رفع مستوى الطلاب وبلوغ الهدف المنشود. هذا وقد عبر المؤتمرون على ضرورة تفعيل المدارس لمخرجات المؤتمر بشكل جيد لحل التحديات التي كانت تواجه العملية التعليمية. نظمت وزارة الأراضي والمياه والبيئة في مدينة دبروا في الفترة من 1 وحتى 4 مارس دورة تأهيلية حول إدارة الكيماويات والآفات الزراعية، شارك فيها المهنيون من ممثلي الأقاليم ال6. وأوضحت المدير العام للإدارة البيئية والرقابة في الوزارة السيدة أستير دائزجي أهمية الدورة المنتظمة بالتعاون مع شركاء، معبرة عن أملها في تطبيق الدارسين للمعارف المكتسبة على أرض الواقع. كما أشارت إلى تنظيم الدورة في 3 دول بأفريقيا وهي إريتريا وإثيوبيا ورواندا في آن واحد. وقال الدارسون بأن الدورة ساهمت في رفع وتوسعة معارفهم البدائية في إدارة الكيماويات والآفات الزراعية، مؤكدين نشر المعرفة المكتسبة بالنزول حتى المستويات الدنيا.
فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء لا تذهبوا بعيدا. قتل جنديان مصريان من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مينوسما في مالي بالقرب من منطقة موبتي، وأصيب 4 آخرون بانفجار عبوة ناسفة بحسب ما أفادت المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة. ودان رئيس البعثة القاسم وني بشدة هذا الهجوم، داعيا في بيان السلطات المالية إلى عدم إدخال أي جهد لتحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات. بالتزامن مع ذلك، أعلنت القوات المسلحة المالية مقتل 2 من جنودها خلال صد هجوم شنته مجموعات مسلحة في منطقة جاو، وأشارت في تغريدة إلى مقتل 9 من المهاجمين. وأعلن الجيش الفرنسي من جهته مقتل مسؤول كبير في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب أواخر فبراير على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال تامباكتو بمالي. يأتي هذا الحادث في وقت يدفع فيه انسحاب فرنسا وشركائها الأوروبيين من مالي المعلن في فبراير قوة الأمم المتحدة لبحث تأثير هذا الانسحاب. بدأ اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء وقف إطلاق النار في عدد من المدن الأوكرانية وفق ما أعلنت عنه روسيا، وذلك للسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرات إنسانية من كييف وكذلك من مدن سومي وخاركيف وتشيرنيغيف وماريوبول. وكانت موسكو قد أعلنت عن عمليات وقف إطلاق نار محلية وفتح ممرات للسماح بخروج المدنيين من مدن تحاصرها في أوكرانيا، حيث يزداد الوضع الإنساني سوءا يوما بعد آخر. ولا تزال كييف وخاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية، بينما استولت روسيا على مدينة خيرسون الساحلية وصعدت قصفها للمراكز الحضرية في كل أنحاء البلاد في اليوم 13 من الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن أوكرانيا رفضت إجلاء المدنيين إلى روسيا، إذ تؤدي 4 من 6 ممرات اقترحتها موسكو إلى روسيا أو جارتها وحليفتها بيلاروس. واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجيش الروسي بإحباط عمليات الإجلاء الأخرى من خلال الاستمرار في إطلاق النار. ومع ذلك أشار الرئيس الأوكراني إلى أن كييف ستواصل التفاوض مع موسكو حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام. قال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية وانغ يي في بكين إن مستقبل تايوان يعتمد على التطور السلمي للعلاقات عبر المضيق وليس تلك الوعود الصارخة التي قدمتها القوى الخارجية. وأثناء كلمته في مؤتمر صحفي على هامش الدورة الخامسة الجارية للمجلس الوطني 13 لنواب الشعب الصيني في بكين، أوضح وانغ أن قضية تايوان وقضية أوكرانيا مختلفتان في طبيعتهما ولا يمكن مقارنتهما على الإطلاق. وأشار إلى أن السبب الجذري للتوترات عبر مضيق تايوان يكمن في محاولة سلطات الحزب الحاكم فصل تايوان عن الصين، الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد إلى تدمير مستقبل تايوان، بالإضافة إلى تواطؤ بعض القوات الأمريكية وتحريضها على ذلك. وشدد على أن البر الرئيسي الصيني وتايوان يشتركان في نفس الجذور التاريخية والثقافية، وأن مستقبل تايوان يكمن في التنمية السليمة للعلاقات عبر المضيق بدلا من الوعود الخارجية الوعرة. قال جهاز الإطفاء إن مبنى سكني مكونا من 5 طوابق انهار في أبيديجان العاصمة التجارية لساحل العاج، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص بينهم طفلان. وتم استدعاء رجال الإطفاء إلى منطقة كودودي، حيث قال جهاز الإطفاء أنه تم انتشال 4 جثث من تحت الأنقاض. وأضاف أنه تم إنقاذ 30 شخصا، نقل 13 منهم إلى المستشفى، ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنى قبل الانهيار. وأظهرت صور من مكان الحادث عمال الإنقاذ وهم يستخدمون الكشافات في البحث وسط أكوام من الإسمنت والحطام. وزار رئيس الوزراء باتريك آشي مكان الحادث الذي لم يتضح سببه بعد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم في انهيار مبنى في أبيجان الشهر الماضي. عفوا. ختام النشرة، اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء فيها. الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بتنظيم عدة نشاطات. الإريتريون في الكويت وجنوب السودان يحتفلون ب8 مارس. عقد مؤتمر حول تطور التعليم الأكاديمي في إقليم عنسبة. مقتل جنديين مصريين بانفجار عبوة ناسفة في مالي. موسكو تعلن وقفا لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في عدة مناطق أوكرانية. وزير الخارجية الصيني يحذر من الوعود الغربية لتايوان. انتهت النشرة، قدمتها لكم حنان عمر جيلاني، إلى اللقاء.